السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ في ناس كتير اول ما بتسمع كلمة اليونت تيستنج تفتكر انها عقاب للمبرمجين اللي عملوا ذنوب في حياتهم. لكن الحقيقة انها مش عقاب خالص، هي السوبر هيرو اللي بيكتشف الباجز قبل ما مديرك يكتشفه. في الفيديو ده هيتم الدخول بشكل عملي جدا في مشروع ويب اي بي اي حقيقي، وبدل الكلام النظري اللي بيجي من النوم هنشوف ازاي نستخدم الاكس يونت وازاي نعمل تيست على الاند بوينتس والخدمات اللي جوه المشروع. وهنشوف كمان ايه اللي بيحصل لما التيست بينجح ولما التيست بيفشل، واللي في الغالب هيكون دراما. فحضر المشروب المفضل وافتح الفيجوال ستوديو كود، ويلا نبدأ نشوف اليونت تيستنج بمنظور مختلف، بمنظور بيخليه بدل ما يكون كابوس. يلا بينا. نيجي بقى هنا للكنترول اللي هو البوكينج اوس كنترولر اللي عايز تيست ايه البيهيفير بتاع الاند بوينت بتاعته. تمام. هتلاقي هنا الكنترولر ده معتمد عندك على حاجتين، معتمد على البوكينج سيرفيس، معتمد عندك على الاي لوجر. وهتلاقي كل اند بوينت جوه الكنترولر ده زي وليكن مثلا سبميت بوكينج بتروح تكول السيرفيس دي، اللي هي بتكون من جوه الكريت بوكينج اللي هي هتروح تكلم ريبوزيتوري وتكلم داتابيز وتجيب لك القيمه وتحطها في الايه في الريسبونس هنا. انا مش عايزه يلف اللفه دي كلها، انا كل اللي بعمله ان انا تيست البيهيفير بتاع الاند بوينت دي. فانا مش عايزه يكلم داتابيز. فالفكره هنا بقى تيجي فكره الموك ده اللي انا بعمل زي ما تقول فيك فيرجن من الحاجه دي، عشان بحيث لما اجي اتست الفانكشن دي او البيهيفير بتاع الاند بوينت دي يروح يديني القيمه بتاع الموك اللي هعمل مثلا موك من البوكينج سيرفيس، يديني القيمه بتاع الموك دي. تمام. فيديني القيمه اللي انا حاططها في الموك، ما يروحش يكلم داتابيز. هي دي فكره الموك اللي هو بيكون قيمه انا حاططها فيه، عشان اول ما يجي عند النقطه مثلا دي هو بيتست، مثلا يجي عند الحته دي مثلا، وليكن والله مثلا لو حاطط بوكينج سيرفيس دي او الكريت بوكينج دي بترجع مثلا وليكن واحد، فيجي عند الريسبونس دي تلاقي الريسبونس راجع ايه واحد من غير ما يخش في التفاصيل بتاع الداتابيز والريبوزيتوري والكلام ده. دي نقطة. فلو جيت هنا بقى هتلاقي مثلا هنا ايه، انا جيت في الكنترول بتاعي هنا اللي هو البوكينج اوس كنترولر هنا، وانا عملت ايه موك من الحاجه دي. قلت انا هعمل موك من السيرفيس اللي بيعتمد على الكنترول الاصلي اللي هتست فيه الاند بوينت، وعملت موك ميدل لوجر، تمام، اسمه موك لوجر. وعملت الكنترولر اللي هناك الاصلي عملت منه اوبجكت هنا، وخليت الاوبجكت بتاعه بيعتمد الاوبجكت بتاع الكنترول اهو، او الريفرنس او تمام، اللي هو الريفرنس يعني بالكنترول ده بيعتمد على موك من بيعتمد على اوبجكت من الموك بتاع السيرفيس، وبيعتمد على اوبجكت من الموك بتاع اللوجر. تمام. بس في هنا بقى نقطة عايز أوضحها لكم بقى. أنت هنا لو أنت عندك كذا بوكينج جوز كنترولر، الكنترولر ده بيعتمد على الحاجات دي برضو، على الموك دي، الموك سيرفيس واي لوجر سيرفيس والحاجات دي برضو. هتروح برضو بايدك كده تاخد الحاجات دي كلها وتكتبها برضو في الكنترولر تاني. مثلا لو انا مثلا عندي هنا ايه بوكينج اوس كنترولر اي تيست، لو انا عندي مثلا حاجه زي الميرشنت كنترولر تيست برضو بيعتمد على الحاجات دي، فاخد الحاجات دي كده كوبي كده واروح احطها في الميرشنت. فانت كده بتريبيت الكود، بتريبيت الكود بتاعك. فهنا بقى قلنا لا، قلنا هنا مش هنعمل الحركه دي، احنا هنعمل دي خلاص، نعملها كومنت كده. وهاجي هنا يبقى حاجه اسمها الفيكشرز. ايه الفيكشرز دي؟ الفيكشر دي بكل بساطه لو انا عندي شيرد ريسورس، دي عباره عن ريسورس انا مثلا احتجتها في الكنترول بتاع البوكينج اوس ايه تيست دي، واحتجتها في كنترول تيست تاني. فانا بدل ما اكتبها في كل حته، لا انا هحطها في فيكشرز. هعمل مثلا هنا كلاس اسمه بوكينج اوس فيكشرز زي ده مثلا، وبي امبلمنت الاي ديسبوسيبل، وهحط فيه الايه الحاجه اللي هي الشيرد بتاعتي. زي دي مثلا حطيت الحاجه اللي هي الشيرد هنا. وهاجي هنا هعمل كلاس تاني